نفس القوة، لكن ليس معنى أنه المنتخب المغربي غادي يشوف منا المباراة سهلة. لا، المباراة ليست سهلة، لكن أيضا حتى لما كنتكلموا أيضا عن المنتخب البلجيكي ربما غيجي في الحديث، فالمنتخبات اللي قبل 4 سنوات كانت قوية، لكن الآن هي أيضا ما زالت القوية، لكن ليست بنفس مستوى القوة قبل 4 سنوات. نعم. في أبرز لاعبيه المنتخب الكرواتي القائد لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، اللي فاز يعني بجوائز الفيفا، فاز مع ريال مدريد بعدة ألقاب دوري أبطال افريقيا. كيف ما قال يمكن هو في نهايه المشوار اللاعب، وليس يعني كيف بحجم يعني مثلا لوكا مودريتش. نعم، باقي ممتع بالفعل، كتبقى قيمته كابرز لاعب يعني في منتخب كرواتيا. منافسنا منتخب كرواتيا اللي هو وصيف بطل النسخه الماضيه، الان في اول مباراه، هل ترى الحظوظ 50-50 كيف ما كنقولوا متساويه؟ نعم، ليس المنتخب الكرواتي ديال مونديال روسيا، نعم، كما المنتخب الكرواتي نقاط قوه فله نقاط ضعف كذلك. كنعرفوا ان خط الدفاع ديالو تغير بشكل كبير. اذا كنعرفوا القوه ديال المنتخب الكرواتي في وسط الميدان بالتواجد ديال مودريتش اللي كيعطي حلول كثيره وكيعطي واحد الشخصيه داخل الميدان. هذا الشيء ما كيمنعش حنا لا إلا دخلنا وكنهابوا هذا المنتخب فنفسيا غندخلوا منزلين بعد 50%، ولكن احنا لن نهاب احد، ولكن سنحترم المنتخب الكرواتي. عنده قيمه ديال اللاعبين ديالو في المستوى، ولكن حنا كذلك عندنا السلاح ديالنا في المجموعه ديالنا الشابه، اللي مجموعه اللاعبين اللي عندهم واحد الحيويه وطاقات كبيره. عندنا لاعبين ذوي التجربه، يمكن نسيروا ونخليوا المنتخبات الكبيره كمنتخب كرواتيا في مأزق، ولما لا عندنا الحظوظ ديالنا باش نحرجوا المنتخب الكرواتي. لان حتى اهتمام المنتخب الكرواتي بالخطوره اللي موجوده عندنا في الاطراف ربما غتخليهم ماشي فريق كومباكت، يعني غيحاولوا يغطيو العرض ما امكن، ربما يكون مؤثر عليهم كلاعب كمجموعه. نعم، نقول لك نقاط القوه ديال المنتخب الوطني مع نقاط الضعف والعكس، يعني بالنسبه للمنتخب الوطني والمنتخب الكرواتي. لكن اهميه الحضور خصوصا في هذوك الدقائق الاولى مهم جدا. لو انك بينتي الرهبه فامر لن يكون في صالح يعني الان ما غنسبقوش الاحداث، فالامر كله بيد يعني المدرب وليد والاستراتيجيه اللي غادي يلعب بها، لانه ايضا خاصو ما يكونش متهور ايضا في الدفاع، ما خصوش يكون ايضا يتراجع هذاك اللاعب بتوازن ولكن بذكاء على حسب بثقه في النفس وبحذر، لانه هذه هي النقطه، لان كيبقى منافس لما كيكون فريق او منتخب على الورق افضل من الثاني كتحدث المعجزه ما بقوس، كتحدث المفاجاه بجوج ديال الحوايج، هو ذاك الحماس والانضباط التكتيكي. هادو جوج حوايج كيذوبوا الفوارق. لما كيكون منتخب متحمس وكيلعب بالتزام تكتيكي، يعني انه ما كيخليش يعني ثغرات في هذاك، فاكيد انه كيخلق المفاجاه. فهادو نقطتين اللي المدرب وليد ركراكي معروف انه في نقطه التحميس فهو من المدربين الناجحين، وثبت ذلك من خلال لا الفتح الرباطي لا الوداد. فكيبقى الالتزام التكتيكي واللعب بذكاء في مواجهه هذا المنتخب اللي ليس بالمنتخب الهين. وبعد منتخب كرواتيا منتخب آخر لا يقل أهمية